ناس كتير أول ما بتبدأ تتمرن وزنها بينزل بسرعة، والحقيقة إن الموضوع ده مش غريب لأن جسمك أول ما بيتحرك بيحرق أكتر، ولو أكلك مش كفاية النتيجة بتكون نزول في الوزن بس. لكن لو هدفك إنك تحافظ على وزنك وتثبته وفي نفس الوقت تكمل تمرينك عادي، فدول أهم الخطوات اللي لازم تركز عليها. تثبيت الوزن معناه إن جسمك ياخد نفس السعرات الحرارية اللي بتحرقها، يعني لو بتتمرن وبتحرق أكتر لازم تزود كمية الأكل شوية، ومش مطلوب أكل تقيل، لكن خليها أكلات تساعدك تزود السعرات بدون ما تحس بتقل. والأكلات دي زي المكسرات والشوفان والبيض والعسل وزبدة الفول السوداني والتمر والرز والمكرونة بكمية أكبر شوية. وضيف لنظامك الغذائي من 200 ل 300 سعر حراري زيادة وهتشوف الفرق. ركز على البروتين لأنه بيبني عضل، لو الوزن بينزل منك فغالبا جسمك بيخسر عضل ومية، فعشان تثبته لازم تاكل بروتين كفاية. ودي اختيارات سهلة ممكن تاخد منها عنصر البروتين اللي جسمك محتاجه. عندك مثلا البيض والتونة والجبنة القريش وصدور الفراخ، كمان اللحمة وزبادي البروتين. والبروتين مش بس بيزود عضلاتك لكن كمان بيحسس جسمك بالشبع من غير ما يبوظ وزنك. وطبعا الكارديو مفيد لكن الزيادة منه بتخلي جسمك يحرق أكتر مما يستهلك، فلو وزنك بينزل خلي الكارديو بسيط، يعني من 10 ل 15 دقيقة كفاية، أو امشي بوتيرة هادية مش لازم يكون جري. كمان قلة النوم بتقلل هرمونات الشبع وبتزود حرق العضلات، وده يخليك تخسر الوزن حتى لو أكلك كويس. فالنوم من 6 ل 8 ساعات يوميا هيفرقوا معاك جدا. فخلاصة الكلام، تثبيت الوزن مع التمرين مش شيء صعب، بس هو محتاج تنظيم أكل أكتر من زيادة المجهود. زود سعراتك شوية وركز على البروتين وقلل الكارديو وخليك ثابت، وهتلاقي وزنك استقر في خلال أسبوعين بس.